بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معناه الشاب ما شاء الله يحفظ 3 أجزاء من القرآن. طبعا هو الآن يبكي لأنه دخل مسابقة القرآن، مسابقة كان الفائز فيها ياخذ عمره مع والده، فهو حافظ، بس كانت المسابقة طبعا قوية وما استطاع يعني انه يؤدي المسابقة كاملة، اللي هو حافظ ممتاز جدا، لكن كان في منافسين أقوى. حضر والده، طبعا أنا حضرت المسابقة، وكان يبكي ويضم والده ويقول آسف يا أبوي ما استطعت إني أوديك للعمرة. أخذ يبكي الوالد، وتشوفونه يبكي ولا صوته جميل في القرآن جدا. احنا الآن عندنا نماذج كثيرة جدا في هذا ولا في أندونيسيا. إن شاء الله حنعمل مدرسة قرآنية بإذن الله تهتم. هذا عمره كم عمره؟ 6 سنوات. 6 سنوات يحفظ، هو ليس بعربي أعجمي. وانظروا كيف يحفظ القرآن. سمعت تلاوته، وإن شاء الله نسمعكم تلاوته، قراءته من أجمل ما سمعت، ولكن ما استطاع، ما زال يبكي أكثر من وقته يبكي عشان ما استطاع أن يأخذ جائزة ودي والده للعمرة. أسأل الله يوفقه ويبارك في والده. أيضا والده كان يبكي بكاء كبير جدا على أساس أنهم أمنيتهم هنا في أندونيسيا العمرة أكثر من أمنية بيت أو سيارة أو مال. كلنا والله بكينا في هذا الموقف. أسأل الله أن يحفظهم ويبارك لنا في ذريتهم جميع المسلمين. طبعا يا إخواني، هذا الولد اللي ذكرناه ذاك اليوم كان في القرآن وما فاز وكان يبكي المقطع. والحمد لله يعني كثير من الأخوة والأخوات اللي تكفلوا بعمرته. طبعا هو الحين ما يدري، الآن احنا نفاجئهم، ما يدري هذا أبوه موجود هنا وهذا الولد، وهم ما يدرون الآن احنا مجهزينهم يعني العمرة هذه، لأنهم ما يعرفون عربي، فبيترجم لهم الشيخ علي جابر لأن المشرف هو على الهند. ترجم لهم بسرعة. أولا إضافة معلومة، أبوه ترى من أكبر الملحنين. أيوة. ملحن موسيقي، ولكن بسبب ولده أقبل على القرآن ترك الموسيقى وترك الألحان وتفرغ لتعليم ومتابعة ابنه والإشراف عليه في حفظ القرآن. ترجم له الآن. Kami kebetulan Pak di sini ada satu kejutan. Ini di luar acara Hafiz Indonesia, dan di luar ini ada satu perhatian dari kawan saya Syekh Ibrahim dari Arab Saudi, yang beliau insya Allah akan mensembahkan umrah untuk Bapak. Allahu Akbar.